من اروع الفطائر اللي ممكن تجربي، وانا اكيد الا جربتيهم غيوليو معتمدين عندك. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 2 كيسان ديال الفورص ضروري ما نغربلوه، كنعبر بكاس ديال العنبه، غنزيد عليهم كاس ديال الفينو حتى هو غنغربلو صافي، وغنزيد الملحه، شويه البزار، معلقه صغيره ديال المطارد، ومعلقه كبيره ديال الحليب بودره. غناخد معلقه كبيره ديال الخميره مع معلقه صغيره ديال السنيده، ونضيف عليهم شويه الماء دافي، نخلط كلشي مزيان ونضيفهم على الطحين. غنزيد هنا بيضه وصافي، غنعجن العجين ديالي بالماء اللي هو دافي. العجين خاصو يكون مرخوف، مخصوش يكون قاصح. صافي هنا من بعد ما عجنت العجين ديالي كيجي مرخوف على هذا الشكل، غنضيف معلقه كبيره ديال الزبده وغندخلها مزيان في هذاك العجين. هانتوما القوام ديالو صافي، غنخليه حتى يخمر. من بعد ما خمر غنخرج منه هذاك الهواء، وضروري ما ندهن يدي بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش لينا العجين في يدينا. صافي دابا غنشكل العجين ديالي. انا هنا خرجت ليا 12 وحده. كنقطع العجين ديالي وغنشكلو على شكل كويرات، ممكن ديروهم كبار ولا صغار. صافي هنا من بعد ما شكلت العجين ديالي على شكل كويرات، ضروري ما نديرو في الطاوه اللي مفرشه بورق ديال الطبخ. صافي هنا خديت كاس كما كتشوفوا درتو في الطحين وكنضغط به على هذا الشكل هذا. ضروري ما نديروه في الطحين باش ما يلصقش لنا في العجين، وكنوسعو بهذه الطريقه باش ما كيجيوناش هذوك الجوانب غلاظ. صافي دابا غندوز غنثقب العجين ديالي من الوسط، ما نقيسوش الجوانب غير من الوسط، وغنعمرهم. نتوما الحشوه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا هنا درت صوص طوماط، درت غير الجاهزه، ممكن تستعملوا ديال الدار. غندهن صوص طوماط، من بعد غندير البصله اللي شحرتها مع شويه البزار والملح والزيت، وغندير فوق منها الدجاج حتى هو شحرته مع شويه الملحه والبزار والزيت. نتوما ديروا الحشوه اللي بغيتو، ممكن ديروا الطون ولا الكفته. انا هنا درت الدجاج ودهنت الجوانب بالبيض ورشيت البافو. صافي من بعد دخلتهم الفران. فاش كيقربوا يطيبوا ليا كندير الفرماج. انا هنا درت الفرماج حمر وموتزاريلا. هانتوما الشكل ديالهم كيجيو رائعين، نتمنى يعجبوكم.